دي علبة النوت 14 برو الجديد من شاومي، والعلبة بشكلها الكبير ده مبشرة بالخير. ان شاء الله هنشوف مع بعض النهارده محتويات العلبة ونظرة أولية على الموبايل. بس قبل ما نعمل أي حاجة هقول لك سعر الموبايل ده. السعر بيجي 14000 جنيه مصري لنسخة ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام، والسعر ده بالتاريخ اللي هيظهر لك على الشاشة. ويلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد، واول حاجة هنبدأ بيها الصوت اللي كلنا بيحبه. وزي ما انت شايف كده، اول حاجه على العلبه اسم الموبايل ريدمي نوت 14 برو، واللزقه دي عشان الضمان اللي بيجي معاه، وهو بيجي بضمان 18 شهر كاملين. وهنا هتلاقي كلمه باورد باي شاومي، وبيجي بنظام هايبر او اس. في الجنب ده هتلاقي السيريال نمبر بتاع الجهاز، ومن تحت هنا مكتوب صنع في مصر ومصمم من قبل شاومي في الصين. وده معناه ان الموبايل ده تقفيل مصري بالضمان عشان ما يبقاش دولي. والنسخه اللي معانا زي ما قلت لك 8 جيجا رام مع 256 باللون الازرق اللي هو اسمه اوشن بلو. وطبعا ابرز حاجه مكتوب على العلبه ان الكاميرا 200 ميجا بكسل وبتدعم الذكاء الاصطناعي. نفتح بقى العلبه دي ونقول بسم الله، ونركن طبعا الغطا ده على جنب عشان اول حاجه تقابلنا العلبه الصغيره دي اللي هتلاقي مكتوب عليها شعار ريدمي. نشوفها بقى من الاتجاه ده ونفتحها عشان نلاقي فيها اول حاجه دبوس الشريحه بالشكل الدائري المعتاد، وبعد الحاجه دي مفيش اي حاجه تانية في العلبه. ويبقى هنا معانا الورق الخاص بالموبايل اللي هتلاقي فيه الضمان، والضمان هنا هتلاقي مكتوب تبع الصافي لان زي ما قلت لك الضمان مصري. وده الورق الخاص بالتعليمات والارشادات اللي محدش فينا بيقراه. واخيرا الجراب السيليكون باللون الاسود المط، وشكله شيك وشفناه قبل كده من شاومي، وكمان حبيناه في الموبايلات السابقه. خاماته كويسه وملمسه نظيف، وعلى ظهره هتلاقي شعار ريدمي بشكل لامع. وهنشوف الجراب ده دلوقتي وهو راكب على الموبايل. نيجي بعد كده للعلبه، هنلاقي فيها الموبايل بالاستيكر اللي عليه البيانات. هنركنه على جنب دلوقتي لحد ما نشوف باقي محتويات العلبه. وهنا الورقه اللي مسنود عليها الموبايل، واول حاجه هناخدها هي سلك الشحن. السلك ده بيجي من نوع تايب A لتايب C، وهتلاقيه باللون البرتقالي ده عشان يديك ايحاء بالشحن السريع، وهو فعلا سريع. وبيجي كالمعتاد من شاومي من ناحيه الطول والخامات هي وكده العلبه ما يبقاش فيها حاجه تاني بعد اخر حاجه معانا فيها وهي راس الشاحن. والراس الشاحن دي بتيجي بقدره 45 واط، وده شاحن سريع وممتاز ومنافس جدا في فئته السعريه. اي نعم الجيل السابق كان بيجي بشاحن اعلى من كده، كان بيجي ب 67 واط، ولكن برضه هنا ممتاز ويقضي الغرض. ونفس الكلام الخامات كويسه وممتازه، ونفس اللون البرتقالي اللي بيجي مع سلك الشحن عشان التجربه تبقى كامله ومتناسقه مع بعض. نيجي بقى للنجم بتاعنا وهو الموبايل، وهتلاقي كده عليه الاستيكر ده اللي هتلاقي فيه ابرز المواصفات الخاصه بيه. وهتلاقي تحت اسم الموبايل اولا الكاميرا ال 200 ميجا اللي شاومي بتتباهى بيها في الفئه السعريه. بعد كده البطاريه ال 5500 ملي امبير مع الشحن التربو، ومع المعالج الهيليو جي 100 الترا، مع الشاشه ال 120 هرتز اللي بتيجي عليها حمايه جوريلا جلاس فيكتوس 2. واخيرا الكاميرا الاماميه ال 32 ميجا بكسل. وطبعا هنا انا كده قلت لك دلوقتي المميزات في السريع، ولكن الفيديو اللي جاي هنشوف التجربه الكامله سواء المميزات والعيوب، وكمان هقول لك على كل حاجه فيه بصراحه. نطلع بقى الموبايل ونشوفه، وهتلاقيه باللون الازرق الجميل الملفت للانتباه باللمعان الواضح على الظهر. واول حاجه هنشيل اللزقه اللي موجوده على الظهر دي، لان افضل حاجه انك تشيلها من على الظهر. ممكن تشيلها معاك في علبه الموبايل عشان تحتفظ بيها. وده شكل الموبايل الجميل اللي بيجي بهويه خاصه من شاومي، لانهم بكل بساطه مش بيقلدوا اي موبايل في فئته او في فئه اعلى منه. واول انطباع على الموبايل ده، على الرغم من ان حجمه كبير لكن وزنه مش تقيل قوي، وبرضه مش هقول لك ان وزنه خفيف قوي، لكن انت مش هتحس بالوزن لان التجربه في مسكته لطيفه جدا. تاني حاجه عجبتني فيه الشاشه، لانها بتيجي بالكيرف ده بانحناء شكله جميل ومميز، يخليك تحس ان الموبايل ده موجود في فئه اعلى منه. وطبعا ما تخافش من الانحناء ده، لا ممكن يتكسر بكل سهوله. لا انا بطمنك واقول لك الموبايل ده عليه طبقه حمايه، بس برضه في الاول وفي الاخر مطلوب منك انك تحافظ عليه. والشاشه المنحنيه دي هتخلي الاطار اللي بالمناسبه بيجي معدني هتلاقيه رفيع جدا زي ما انت شايف، ومن الجنب ده هتلاقي زرار التحكم بالصوت وزرار الباور. اما من فوق هتلاقي اول حاجه المايك الخارجي الاول، بعد كده مستشعر الاي ار بلاستر عشان تقدر تتحكم في الموبايل ده كريموت كنترول، وبعده السماعه الخارجيه لان الصوت في الموبايل بيجي ستيريو، واخيرا منفذ 3.5 ملم عشان سماعات الهاند فري اللي ما بقيناش نشوفها في موبايلات تانية كتير دلوقتي. اما بقى من تحت هتلاقي السماعه الخارجيه والمايك ومنفذ الشحن التايب سي، واخيرا منفذ الشريحه. وطبعا زي ما انت شايف كده على الشاشه الموبايل ده بيشتغل بنظام هايبر او اس. لما تشوف منفذ الشريحه ده لاول مره هتفكر ان الموبايل ده بيدعم تركيب شريحه اتصال واحده، لكن لا، الموبايل بيدعم تركيب شريحتين اتصال. اولا الشريحه الاولى ممكن نحطها بالشكل ده زي المعتاد، اما الناحيه الثانيه فعشان تحط الشريحه لازم تحطها بالعرض بالشكل ده، او ممكن طبعا تستغنى عنها وتحط بدلها ميموري خارجي بس هيكون بالطول عشان طبعا يملى المكان كله. ولكن انت كده كده مش هتحتاج ميموري خارجي لان الموبايل بيجي بمساحه 256 جيجا، ففكره انك تحتاج ميموري خارجي دي اصلا مش هتبقى موجوده. وعشان اريحك في الاخر الموبايل بيدعم تركيب شريحتين
اتصال او شريحه واحده وميموري خارجي. لو شفت الشاشه كده وركزت معاها هتلاقيها متركب عليها سكرينه جاهزه من العلبه، ودي طبعا ميزه من مميزات شاومي لانك هتلاقي كل حاجه موجوده في العلبه، لاننا بنشوف موبايلات دلوقتي مش هتلاقيها معاك في العلبه غير سلك الشحن بس، ولا حتى هتلاقي سكرينه ولا رش شاحن ولا جراب ولا اي حاجه. بمناسبه الجراب، لما تيجي تحط الموبايل ده فيه هتلاقي الموبايل بقى شكله احسن بكتير. وميزه الجراب ده انك هتلاقيه قافل على الشاشه شويه، يعني هنا هتلاقي فيه بروز في الجراب بيخليه يحافظ على الشاشه، عشان لو لا قدر الله الموبايل وقع منك هو بقدر الامكان هيحافظ عليها، خصوصا ان هي منحنيه. دي كانت كل محتويات العلبه. وطبعا قبل ما اختم معاك، الموبايل ده احنا استبدلناه بايفون 12 برو، وطبعا لو انت مهتم انك تعرف الفرق ما بينهم وهل ممكن النوت 14 برو هيديك تجربه كامله وهيصد قصاد الايفون 12 برو، طبعا ده هتشوفه في الفيديوهات القادمه. ولو مهتم تعرف عن التجربه دي، كل اللي عليك اكتب لي في التعليقات، وتاكد انك مشترك في القناه عشان يوصلك الفيديو. وكمان هتلاقي المراجعه الكامله للموبايل ده اللي هو الشاومي نوت 14 برو، سواء بقى المميزات او العيوب، كل ده هتلاقيه موجود على القناه. ما تنساش تشوفه. عشان لحد هنا اكون وصلت معاك لنهايه الفيديو، واقول لك في الاخر شكرا على المشاهده، وشكرا 52 الف مشترك. مع السلامه.